ويلكم فيديو دي. في النهارده نجرب معاكم عصاير بيتي. معانا النهارده 6 انواع من عصاير بيتي، وهم اناناس كوكتيل، مانجا، جوافه، تفاح كوكتيل، برتقال. كل العصاير دي سعرها 5 جنيه، ويعتبر هي نفس سعر عصاير جهينه يعني. فاحنا كنا عملنا اصلا ما بينهم مقارنه، ومش هنقارنهم ببعض وكده يعني، اللي احنا نقول كان عصاير جهينه وكده يعني. بس احنا هنشوف بقى عصاير بيتي ذات نفسها، هل في المتوسط، في المتوسط، مستواها حلو قوي ومحدش مقدرها وكده يعني، او تحت المتوسط. هنشوف الحته ديت يعني. فيلا بينا. يلا بينا. عصير معانا من بيت تروبيكانا، وهو الكوكتيل، وده سعره 5 جنيه، نفس كل الاسعار يعني، وحجمه 235 مللي يعني. فيلا بينا نفتحه. احنا بقى اتعلمنا بقى ايه اللي احنا نصب صح. ده لون العصير اهوت. يلا بسم الله. اول عصير معانا من بيوت تروبيكانا مقبول لحد ما، مش احسن حاجه، وما كنتش حابب اللي انا اقول يعني في اول عصير اللي انا اجربه من اي شركه، ما بحبش اقول كده اصلا، اللي هو مقبول. بس انا متاكد العصائر التانية هتبقى احسن يعني. هو انا عصير الكوكتيل الحاجه الوحيده اللي باينه فيه شويه هي الجوافه، بعد كده مش حاسس باطعمه قوي. حاسس ببعض اطعمه الفواكه، بس مش حاسس بيها شكل الجوافه يعني. وهنا كاتبين مستخلص الكركديه في الجنب هنا في المكونات يعني. مستخلص الكركديه، معرفش يعني هل حاطين في كركديه هو ده اللي مدينه اللون الاحمر ولا لا يعني. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده. يلا بينا. تاني عصير معانا من بيت تروبيكانو، وهو البرتقال، وده سعره 5 جنيه وحجمه 235 مللي. فيلا بينا نفتحه. خلص بسرعة كده. ده لون العصير، هو مش لونه برتقان يعني، لونه خفيف كده شبه المية يعتبر يعني. ف بسم الله. تاني عصير بقى من بيت تروبيكانا، الصراحة طعمه كويس، أحسن من 100 مرة من الكوكتيل بالنسبة لي يعني. هنا العصير طعمه كويس، وكمان بقى اللون الأبيض دي بسبب اللي هم بدون ألوان صناعية وبدون مواد حافظة يعني، بسبب بدون ألوان صناعية. هو شبه شوية العصير اللي أنت بتعمله في البيت، وأنا بقول شبهه مش زيه يعني. شبه العصير شوية في يعني، أنت لما تعمل عصير في البيت ما بيبقاش لونه برتقاني يعني. فهنا العصير ده طعمه كويس يعني. فيلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا. تالت عصير معانا بقى من بيت تروبيكانا، وهو التفاح، ونفس سعر اللي فات اللي هو 5 جنيه، ونفس الحجم 235 مللي. ده لون عصير التفاحة اهوت. يلا بسم الله. تالت عصير معانا من بيت تروبيكانا، التفاح طعمه كويس، وحاسه شويه اللي هو مختلف عن عصاير التفاح. ليه بقى انا هقول الحته ديت يعني؟ معظم الشركات اللي بتعمل عصير التفاح، بحس لما انا كنت عملت احسن عصير تفاح في مصر، كنت جايب حوالي 8 انواع يعني، كلهم زي بعض بالظبط يعني. اللي هو في اختلاف بقى، عصير ميزز شويه، عصير مسكر هنا شويه، حاسس العصير مختلف معرفش ليه، وهنا العصير مسكر شويه. واحسن حاجه بالنسبه لي العصير مش ميزز، عشان في عصير تفاح تبقى مزازه قوي فبتضايق يعني. فالعصير المزازه ديت يعني، لو حد بيسأل يعني، العصير يبقى فيه مزازه شبه الليمون كده، اللي هو طعم الحامض ده يعني. فيلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا. رابع عصير معانا بقى، واكتر عصير بحبه، وهو المانجا. فاتمنى اللي هو يبقى كويس يعني. الاسعار كلها واحده يعني، فانا مش هفضل اقول كل شويه السعر 5 جنيه وكده يعني. هو يعتبر عصير المانجا لغايه دلوقتي هو اتقل واحد يعني، مع انه مش تقيل قوي كعصير المانجا. رابع عصير معانا الفيتو تروبيكانا المانجا، صراحة طعمه كويس. هو العصير مش احسن حاجة، بس طعمه كويس يعني، مش هتتضايق وانت بتشربه يعني. انا بالنسبة لي بقى، بما اني بحب عصير المانجا، فيه حاجة غريبة شوية في العصير، ايه هي ما اعرفش يعني. بس بقى هل لو هقارنه واقول احسن عصير في مصر احطه في الثلاثة الاوائل؟ لا يعني. بس هو انت هتجيبه مش هتتضايق وهتستمتع بيه يعني. فيلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. خامس عصير معانا من فيتو تروبيكانا، وهو الجوافة، ومن العصاير اللي انا بحبها برضو بعد المانجا يعتبر يعني. فيلا بينا نصبه. هو بينزل ازاي بقى؟ ده شكل العصير اهوت. يلا بسم الله. انا عصير الجوافه بالنسبه لي بقى، لو هتقول لي ميزاته وعيوبه، هنا ميزات العصير اللي انت لو هتدفع 5 جنيه مش هتبقى متضايق. بس انا بقى بالنسبه لي عيوب العصير، هنا اللي حاسس العصير الجوافه معمول بجوافه طريه، وكمان حاسس شويه العصير خفيف شويه العصير يعني. يعني العصير لما يبقى تقيل بتاع الجوافه بيسيب علامات على الكوبايه كده، لو انت حطيته في كوبايه. لا هنا مش موجوده الحته ديت. والعصير هو طعمه كويس في الحد المقبول، زي عصير الكوكتيل كده بس احسن منه شويه يعني. يلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا. ثالث واخر عصير معانا، وهو اناناس كوكتيل، وده بالنسبه لي بيتهيألي اول مره اجربه يعني، مش فاكر ان انا جربته يعني.
هنشوف بقى ايه الاناناس كوكتيل هيطلع طعمه كويس ولا لا يعني. نفتحه كويس، مش راضي يتفتح، هنصبه كده وخلاص. وانا عاوز اعرف الاناناس كوكتيل ده مكوناته ايه. مشروب اناناس كوكتيل مكونات ماء، سكر، عصير اناناس مركز، عصير تفاح، وعصير برتقال. يعني في عصاير تانية يعني. ده شكله هو عصير الاناناس الكوكتيل. هو الصراحه طعمه كويس، هو شويه كاتبين كوكتيل، هو اناناس اكتر حاجه واضحه، بس باين شويه عصير التفاح، بس مش زي ما كاتبين، مش باين عصير البرتقال يعني، معرفش ليه. بس هنا طعمه كويس يعني، مقبول، مقبول وفوق المقبول شويه. وهتكلم بقى شويه بالتفصيل كده عن عصير بيتو تروبيكانا كلها، والملخص بتاع الحلقه، وايه الحلو وايه الوحش، وهل عصير بيتو تروبيكانا في المتوسط ولا لا يعني. فيلا بينا، يلا بينا. بص بقى بالترتيب، العصاير اللي عجبتني في بيتو تروبيكانا والعصاير اللي ما عجبتنيش. اولا الاربع عصاير دولت عجبوني وعاد اشتريهم تاني، تمام. ومش ده قوي يعني، تمام. بس هنا بقى البرتقال الصراحه طعمه كويس، والتفاح برضو كان طعمه كويس. هنا المانجا كان فيها طعم غريب شويه، بس برضو عاد اشربها ومش هتضايق. هنا بقى دولت لو شربتهم، لما شربتهم تاني حسيت ان انا متضايق شويه، يعني مش هشتريهم يعني. الاتنين دول مش هشتريهم. اما ده فممكن اشتريهم، ممكن لا يعني، فالله اعلم. هنا بقى العصاير بيتو تروبيكانا كلها عصاير انا شايفها في المتوسط كده، مش عاوز اقول تحت المتوسط يعني. يعني انا عصاير جهينة كنا جربناها، وما كنتش حابب ان انا اتكلم عن شركة تانية في شيء في نفس الفيديو والله، ولا بعمل اعلانات وانتوا شايفين المشاهدات، واستحالة حد يجيب لي اعلان يعني ولا اي حاجة. بس بس عصاير جهينة سعرها نفس السعر، الطعم مختلف خالص، اعلى منها بكتير قوي يعني. فهنا العصاير مش في عصير الجوافة يعني. هنا عصير الجوافة ده مستحيل اشتريه تاني، زائد عصير الكوكتيل برضك مش هشتريه تاني. عصير الناس برضك بقولك ممكن ما اشتريهوش يعني. اللي هي كانت بتاعت جهينة كلها قلنا عليها اللي هي كويسة. هنا العصاير دي كويسة بس مش احسن حاجة كمان يعني. لو جبت شركة تانية وقارنتها بيها برضك مش هتبقى احسن عصير يعني. فبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. ما كنتش حابب اعمل الفيديو كده والنهاية بتاعته اللي انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. اعتقد الفيديو ده هيبقى نازل تالت يوم العيد. انا بصور وانا صايم، احنا صايمين في التسع ايام دولت يعني. بصور بالليل في قبل العيد بكتير يعني. احنا بنصور النهارده يوم الاحد، فالفيديو هينزل يوم الجمعه تالت يوم العيد يعني. فكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، ويا رب يبقى عيد سعيد علينا كلنا يعني يا رب. فبس كده، سلام.